يا حبايب قلب المشاهد، ازيكم عاملين ايه؟ يا دوبك لسه طالعه دلوقتي من فيديو الكنافه بالنوتيلا وجايه لكم على فيديو الكبد والقوانص. الفيديو الكنافه بالنوتيلا اللي انا عملت المره اللي فاتت معاكم في نفس اليوم بتاع النهارده، يا دوبك بس غيرت الطرحه عشان تحسوا بس ايه بالتغيير. عملنا الكنافه بالنوتيلا، طبعا وريتها لكم طالعه تحفه وجميله. هعمل لكم بقى دلوقتي فيديو الكبد والقوانص بطريقه داوود باشا، تحفه جميله جدا جدا، هتعجبكم. اكله بسيطه مش مكلفه، ولو ان يعني الكيلو منها ب 70 جنيه، بس انا جبت نص كيلو. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي والله العظيم، بجد هتعجبكم. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. وجنب منها طبعا جوانح، جبت جوانح وهعملها برده وهتشوفوا هنعملها ازاي. يلا بينا نصلي بينا على النبي ونقول يلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هسجل لكم بقى الصوت عشان نعرف نتكلم، عشان الدوشه اللي حواليا. هنا طبعا حطيت ميه على النار فيها ورق لورا وفيها حبهان. هنبتدي بقى نقطع الكبده بتاعتنا. طبعا انا شطفتها شطفه حلوه كده بالخل، بس برضو بعد ما اقطعها هتتحط في خل وليمون تنزل بقيه الزفاره اللي فيها يعني. طبعا انا بقطعها هنا حتت صغيره زي ما انتم شايفين. طب انا حاطه الميه على النار ليه بقى اللي فيها ورق لورا وحبهان؟ علشان خاطر هحط فيها الكبده. ليه بقى؟ عشان تعمل صدمه، عشان لما نيجي نعملها في الوصفه بتاعتنا دي ما تتفرفتش. اما تيجي تحطي الكبده في صلصه او في اي حاجه انت عايزه تعمليها، اعملي لها صدمه الاول في ميه سخنه. طبعا انا هنا بعد ما شطفتها شطفه حلوه كده بالخل والليمون حطيتها اهوت في الميه. ما تزعلوش بقى مني ان زوري كده صوتي يعني تعبان شويه، معلش. واخده برد في الاحبال الصوتيه. فهنا عملنا لها هو صدمه. بعد كده بنطلعها يعني ايه، تبقى مش نص سوا، يعني يا دوبك تستحمل الطبخه اللي انا هعملها عشان ما تتفرفتش مننا. هنا طبعا بنضف القوانص. انا هنا طبعا عملت كميه القوانص اللي عندي، بس دي وحدتين قلت اعملهم قدامكم. شلت كل الدهون اللي فيها ومنضفه تنظيف كويس، وهقطعها قطع كده صغيره. وبعد كده اشطفها بقى بالملح والخل والليمون عشان ننزل الزفاره اللي فيها. تغسليها غسيل حلو قوي. طبعا القلوب معاهم، خلي بالكم هما بيتباعوا كبد وقوانص وقلوب برضو. بتنضفيهم القلب ده، تشيلي كل الدم اللي فيه والزفاره اللي فيه وتحطهم في ميه وخل، ملح وخل وليمون. هنا طبعا معلقه سمنه في الصينيه الجرانيت دي، هنحط معلقه سمنه وهنحط شويه زيت صغيرين كده. مقطعه البصل قطع كبيره زي ما انتم شايفين، يعني زي جوانح كده، يعني قطع كبيره مش ناعمه. لان الخلطه ديت انا عايزه كل الطبخه دي، عايزه كل حاجه تبقى باينه فيها. يعني عايزه البصل يبقى باين، عايزه كل حاجه تبقى باينه فيها موجوده يعني، عشان الطعم يبقى حلو قوي وكمان جميله. الوصفه دي هتنفعك بقى جنب اي حاجه، جنب اي حاجه انت عاملاها. يعني عامله فراخ مقرمشه، عامله لحمه، عامله اي عزومه ممكن تعملي الطاجن دوت جنبهم، جميله قوي. حطينا معاهم كده فلفل اخضر. عايزه انت بقى فلفل اخضر مشطشط سبايسي، عايزاه يبقى بارد شويه عشان لو عندك اطفال ولا كده، ده ليك مطلق الحريه يعني في كده، يبقى براحتك. حطينا بقى كده القوانص بتاعتنا بالقلوب بعد ما اتغسلوا غسله حلوه ونزلنا الزفاره اللي فيهم. حطيت معاهم القوانص والقلوب. بصوا شكلها ابيض كمان فاتح ازاي، يعني متنضفه تنظيف حلو يعني. النظافه دي بتبقى امانه بينك وبين ربنا، اهم حاجه، لان في بني ادمين هياكلوا معاكي، في اطفال، والناس. يعني لما جوزك كده لو اكل حاجه ويلاقي طعمها زفر، يعني ما اي رجاله برضو بتشمئز من حته النظافه دي بالذات. هنا بطاطس مكعبات او اي حد او اي ضيف، فلازم تبقى حاجتك نظيفه. البطاطس هنا طبعا مكعبات. طبعا كلنا بنفيد بعض يا جماعه، انا بفيد وبستفيد منكم برضو، وانتوا كمان بتفيدوني. لو عندكم طريقه تانية بتعملوها للكبد والقوانص قولولي عليها وانا انزلها عندي على القناه، بجد يعني اكتبوها لي في التعليقات وانا انزلها عندي على القناه. عندي هنا بقى الكبده بدات احطها لما اخدت الصدمه على النار وسبتها تغلي غلوه، بدات ان انا احطها على البطاطس اللي عندي دي مع القوانص. حطينا هنا التوابل بتاعتنا ال7 حبات دي، انا ما بستغناش عنها، بتنفعك في كل الاكلات، تمام. وحطينا توم باودر وبصل باودر. وحطيت هنا بقى الطماطم، لما سبتهم شويه مع بعض يندمجوا شويه مع بعض بدات احط الطماطم.
طبعا انت مش بتسيبيهم ربع ساعه ولا، هما يا دوبك دقيقه. بعد كده بتحطي الطماطم عشان كله يستوي مع بعضه. والله العظيم يعني وصفه تحفه تحفه تحفه. هنا بحطيت بقى الكبد بتاعتنا اهي بعد الطماطم على طول. اللي انا كنت بحطها من شويه كان بقيه القوانص، ودي بقى الكبد بتاعتي حطيتها مع بعد الطماطم على طول. ونحط بقى الملح بتاعنا نظبطه ونقلبهم كده في بعض. الطماطم اوريدي كده كده هتستوي، يعني هتنزل الميه اللي فيها، فانتي ما تستعجليش، ما تحطيش ميه كتير ولا تحطي ميه بحيث ان هي ما تتهريش منك. احنا عايزين الطاجن كده يبقى ملفوف في بعضه ويدي طعم جميل قوي. على فكره ممكن، احنا عارفين ان الرز وصل دلوقتي ل 30 جنيه. احنا ممكن الاكله دي ناكلوها بعيش والله، وحلوه ومغذيه وجميله. عملت هنا بقى جنبها ايه؟ مكرونه. وكان عندي شويه اجنحه كده في التلاجة، طلعتهم وقلت تبقى جنب منها برضو. وعيالنا كده كده بيحبوا المكرونه. طبعا انا كنت الحله عملتها كده بنزل الصلصه اللي فيها، فحطيت لها الطماطم بتاعتها كده. وعملت كمان الاجنحه، كام جناح كده كانوا في الفريزر، رحت عاملاهم بالمنظر ده يعني مقرمش كده جميل قوي. ودي الاكله بتاعت النهارده يا جماعه، اتفضلوا معانا. حاجه كده جميله جدا، والريحه بقى والطعم ما اقولكوش، تحفه تحفه تحفه. لو انتوا عندكم طريقه تانية زي ما قلت لكم للكبد والقوانص قولوا لي وانا اعملها عندي على القناه. بس الطريقه دي بجد بجد هتعجبكم جدا، يا ريت تعملوها. وبتشبع قوي وحلوه قوي ومفيده جدا جدا للاطفال كمان. لو عندك عيالك ما بيحبوش الكبد والقوانص جربي كده بس تعملي لهم الطريقه دي. انا عندي العيال والله بعد طبعا ما فطرنا هم بيقولوا ما كناش نعرف ان هي تطلع حلوه كده. والجوانح طبعا جنبها يعني برضو حاجه شغاله، برضو حاجه فخامه، يعني حاجه فاخر من الاخر. والمكرونه والمخلل، عايزين اكتر من كده؟ الحمد لله. ومحمد اهو يقول لكم باي باي.